بيقولوا ان الموظف ما بيسيبش شغل، الموظف بيسيب مدير، وان المدير هو اللي يقدر يخليك مبسوط في شغلك او متضايق منه. عشان كده احنا في كورس فيرست تايم مانجر هنتعلم اهم الحاجات اللي المدير الجديد محتاج يعملها، واهم التريكس اللي ممكن تتعلمها كمدير جديد علشان تكون مدير شاطر ومحدش يسيب الشغل بسبب. مبروك، انت بقيت مدير، خبر حلو، اتبسطت وفرحت، بس انت مدير لاول مره، واول مره تدخل مكتبك الجديد تعمل ايه بالظبط؟ مفيش مدير قاعد قافل على نفسه المكتب وبيتابع بالايميلز والتليفونات. دورك الرئيسي هيومن ريسورسز مانجر، انت بتدير موارد بشريه موجوده معاك. انا هبعت الايميل الفلاني، لا انا اللي ابعته، انا المدير. مش ده اللي هيخليك مدير. ما تفضلش طول الوقت تتاكد انك مدير، لان ده هيبينك مهزوز. ايه اللي بيخوفهم؟ ايه المشاكل اللي قابلوها قبل كده؟ ما تبقاش ممل وتفضل تعيد وتزيد وتفضل تقول له فاهم يعني انت فاهمني، طب قول لي فهمت ايه. وهتكتب الاشخاص اللي معاك في الفريق كلهم، وهتبدا تدي لكل مهمه حرف من الاربعه دول. سايكولوجيكال سيفتي، خلي الفريق حاسس بالامان، اللي يغلط يجي يقول لك ان هو غلط. انا اسمي احمد عباس، تكتيكال بلاننج اند بزنس مانجمنت كونسلتنت اند ترينر، وهكون معاكم في كورس فيرست تايم مانجر.